تحقق ان الناس تحكم نفسها بنفسها بدون اي ميليتري انترفنشن، اي تدخل عسكري. وايه اللي بيحصل في مصر من وجهة نظرك؟ اللي بيحصل في مصر ان الجيش بيتدخل في الحياه المدنيه السياسيه، وده خطأ كبير جدا وهيأثر على البلد سلبا في المستقبل ان لم يتم بتداركه الان من القوى المدنيه. وايه الحل للموقف اللي احنا فيه؟ الحل للموقف ان الجيش يتنازل عن كل اللي عمله ويتراجع عن كل الاجراءات اللي اتخذها، والدكتور محمد مرسي يرجع رئيس الجمهوريه ويتم تفعيل الدستور مره اخرى. وايه اللي بتوجهه للمؤيدين لمرسي؟ ان النصر صبر ساعه، احنا لازم نكون يعني بريزيستنت، لازم نكون ثابتين مصمدين، وان اللي بيغلب في الاخر مش الاقوى لكن اللي بيغلب في الاخر هو الاكثر ثباتا. وايه اللي بتوجهه للمعارضين للدكتور مرسي؟ اللي بوجه المعارضين للدكتور مرسي ان ده دلوقتي ان احنا نلتف كلنا وندافع عن مدنيه الدوله بغض النظر عن اختلافاتنا، سواء وافقنا على الدكتور مرسي او اختلفنا معاه. شكرا. انا بس عايز اعرف بنسألك النهارده انت هنا ليه؟ انا هنا مخصوص جاي من مصر من رابعه العدويه. عشان انا بقالي في رابعه العدويه من بعد الانقلاب يعني. جايه ابعت رساله على اللي بيحصل في مصر كواحده شافت كل المجازر اللي حصلت. شفتي؟ كل حاجه شفتها بعينيا. اوكي. انت شفتي كل اللي بيحصل؟ شفت اللي بيحصل وشفت الجيش جاي يضرب فينا والشرطه والبلطجيه شفت كله. انت مصريه؟ انا مصريه عايشه في فرنسا، فاحنا عاملين موفمنت اسمه يعني جروب اسمه مصريين بالخارج للديمقراطيه Egyptians Abroad for Democracy. بس هم بيقولوا اللي في رابعه معاهم اسلحه معاهم وبيقولوا بيجيبوا الاولاد، ده مشهد. انا عايزه اقول لك حاجه جايه من قلبي صراحه، يعني جايه من قلبي. انا رحت في كل حته في العالم وقابلت ناس كتير جدا. الناس اللي في رابعه دي احسن ناس شفتها في حياتي، احسن ناس شفتها في حياتي. بخش رابعه، كل الناس يعني كل الرجاله يفتحوا لي طريق عشان ما اخبطش في اي حد. الناس كلها قاعده في الخيم مبسوطه جدا، في الحر صايمين. يعني الناس اللي بيقولوا ان احنا معانا اسلحه، طب ما يجوا يشوفوا بنفسهم. يعني ايه تحرش في الميدان رابعه؟ طب انا لو في تحرش يعني هرجع تاني ليه؟ انا بالي من اول يوم ما فيش يوم ما رحتش فيه رابعه. من اول يوم الانقلاب برجع كل يوم. بحس على فكره يعني انا بروتكتد هناك، ان انا ليا محميه تماما هناك، ان الناس فعلا بيحموني. يعني انا ما حسيتش بالطريقه دي في فرنسا ولا في امريكا ولا في اي حته ثانيه. يعني انا بقول لهم دلوقتي اول ما تصير اطلعها من غير ما اكون خايفه ان الجيش هيضربني. واو. يعني احنا بنطلع المسيرات في مصر خايفين ان الجيش هيضربنا او البلطجيه يطلعوا علينا يضربوا فينا. البنات اللي ماتوا في المنصوره، واحده عندها 17. You saw that? You saw these massive. I wasn't there. Okay. I wasn't there, but I talked to people that know the family. I'm sorry. انت كنت يوم اخر مره كنت في رابعه امتى؟ يوم الاثنين التاريخ ده يوم ايه؟ يوم احنا جينا يوم ايه؟ يوم الاثنين او يوم ثلاثة. Oh wow. Very recent. احنا we came here جينا يوم الاثنين. Wow. Okay. يعني احنا اليوم اللي قبل ما نيجي فيه كنا جوه رابعه بنصلي الفجر. الدبابات الامام كان لازم يطلع جدا في اخر ركعه عشان الدبابات جت قدام الميدان، دبابات الجيش. الناس اللي بيحمونا عندنا في الجيش بتاعنا احنا بتاع رابعه، اللي هم لابسين هلمت كده وماسكين عصايه خوذه. مفيش سلاح خالص. مفيش سلاح خالص ولا حتى مفيش اي حاجه مغطيه صدرهم ولا اي حاجه. كلهم ناموا قدام الدبابات. الرجاله طلعوا من الخيم وراحوا ناموا قدام الدبابات رايحين توورد الجارد عشان يحموا الستات ويحموا عيالهم اللي جوه رابعه، فمشوا. انا سمعت كان بيقولوا اللي بيدوا لكل واحد قاعد في رابعه 1000 جنيه في اليوم. انا مستنيه لسه ان انا اخد فلوس. انا بروح كل يوم عشان استنى ان انا اخد فلوسي. يعني الكلام ده يعني هم مش عارفين، الناس كلهم سيمبل خالص. بسطاء. جدا انا مش عارفه اقولها ازاي اكتر من كده ان هم احسن. ايه الحل من وجهه نظرك؟ الحل ان الجيش يطلع من السياسه تماما، لان احنا عشنا 60 سنه في سيطره الجيش وما رحناش اي حته كدوله. احنا دلوقتي لو عايزين مرسي يمشي يبقى لازم يعملوها بسيستم معين، مش ان الجيش هو اللي ياخد السلطه. في حاجه اسمها استفتاء، في حاجه اسمها امبيتشمنت اللي هو
البرلمان بعد برلمان مجلس الشعب هو اللي قطعها بالظبط كده. يعني في سيستم، ليه ما نعملش سيستم؟ انا ما قلتش ان انت حتى ما بتحبش الرئيس، ما قلتش ان غلط ان انت ما بتحبش الرئيس، مش مشكله، ما بتحبش الرئيس مش مشكله. انا نفسي ما كنتش يعني انا الصراحه دلوقتي بشوف ان الانجازات بتاعته كانت كبيره قوي بعد ما حصل الانقلاب. بس انا حاسه دلوقتي ان الموضوع الناس في رابعه والناس في النهضه مش هيروحوا اي حته. الناس دلوقتي بقت كتير جدا، كل الناس بتكتر كل يوم، والناس تكتر جامد قوي. الناس ممكن، هل انت شفتي كل اللي موجودين من الاخوان ملتزمين ولا؟ انا ممكن اقول لك ان ممكن 10% ماكسيمم، اكتر 10% دي اخر حاجه ممكن يعني ان هم اخوان. 10% من كل الشعب اللي هو الميدان. طب واللي هم الاخوات اللي هم المحجبات وكده، وفي متبرجات ولا كلهم محجبات برضه؟ لا زي كتير جدا، زي كتير جدا. طيب حضرتك بتوجهي ايه للمؤيدين ومعارضين مرسي؟ للمؤيدين لمرسي بقول لهم اصبروا، ان شاء الله ربنا هينصرنا، وان شاء الله مرسي هيرجع لنا، وان احنا ان شاء الله في اخر يعني موضوع الجيش. عايزه اقول للمعارضين لمرسي فكروا شويه، فكروا اللي انتوا بتعملوه. الناس اللي نزلوا 30/6 احنا نازلين مش عارفين ايه اللي هيحصل، مش عارفين اللي يعني ان الجيش هو اللي هياخد السيطره. يعني انتوا كلكم بتعملوا حاجه لنفسكم. فكروا في الناس الثانيه شويه، جايين علشان نقف وقفه حق، لان ده حقنا وده صوتنا اللي انتخبناه وده صوتنا اللي اديناه للرئيس المنتخب. واخيرا بقى عندنا رئيس مدني، لا يمكن نطلع بالانقلاب ويمكن نطلع بالعوده الى الوراء مره اخرى. وايه اللي حصل من وجهه نظرك واللي بيحصل حاليا دلوقتي واضحه وظاهره لكل الناس ان الفلول عايزه ترجع الحكم تاني، والنظام عايز يرجع عسكري تاني، وعايزين يرجعوا مصر عسكريه تاني. وده مش هيحصل ابدا بعد ما شفنا المدنيه ودقنا المدنيه اللي يمكن نقبل انها ترجع عسكريه مره. طب وايه الحل للموقف اللي احنا فيه برضه؟ ان احنا كلنا نفهم ونعقل الموقف ونحس ان نجيب مصر بلدنا كلنا تبقى ايدين واحده لاجل تحقيق الشرعيه والمدنيه للدوله. قاسد كتير جدا 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 من العسكريه ومن العسكر. اتخنقنا وعايزين بقى نبص للحريه. بمعنى ده مش بعد ما نحصل على الحريه وبعد ما يبقى في ديمقراطيه نرجع للخلف لورا تاني. وانتوا اظبطوا ان شاء الله. العيش في الظلم 60 سنه عيش لا يساوي. يعني نعيش احرار، يا نموت شهداء في سبيل الله وننال الجنه زي ما قال هنا العظيم هنا في امريكا give me liberty or give me death. يا اما نعيش بكرامه يا اما نموت شهداء، فلنحيا كراما كما قالها الاستاذ العظيم حازم ابو اسماعيل. Thank you. وايه الكلمه اللي بتوجهها للتحرير؟ التحرير بقول لهم ارجعوا الى رشدكم، الدنيا دي فانيه، لازم ترجعوا الى الحق، الى طريق الحريه والديمقراطيه. اموال الدنيا وهذه الرشاوي لن تنفعكم. واقول لجنودنا والجيش المصري لا تصوب مدفعك او مسدسك الى الشعب المصري العظيم. ربنا هيسالك عن كل قطره دم، وفي مجال للتوبه. بقول للجيش اللي ضرب شعبنا والشرطه ان ممكن تتوب وممكن ربنا يغفر لك، لكن مفيش، لازم ترجع وترجع حالا. واكرم عند الله ان في مجال للتوبه، لكن لو اشركت في سفك الدماء لن يسامحك الله سبحانه ولن يسامحك الشعب المصري. بقول للفريق اول عبد الفتاح السيسي اكرم لك وافضل لك ان انت تقف دلوقتي وتسافر الامارات وتسيب مصر وتتوب الى الله بدل ما تصرف في الدماء. وقول لقاده الجيش وكل رتب الجيش ان لا يجب ان يستمروا وان يسبورتوا. انصر اخاك ظالما او مظلوما، ظالما بانك تكف عن ظلمه وتنصر الشعب المصري العظيم. ربنا يبارك في الجميع وينصر ثورة مصر العظيمة. هي دي الثورة الحقيقية وليست ثورة 30 يونيو التي كانت انقلاب على الثورة وثورة مضادة. حضرتك النهارده هنا ليه؟ والله أنا هنا عشان أدين الانقلاب السافر اللي حصل في مصر على الشرعية وعلى الدستور وعلى كل الناس اللي ادت أصواتها ووقفوا 12 ساعة في عز الحر في مصر، وفي الآخر دلوقتي كل واحد فينا بيحس إن هو كان ضحك عليه. وايه اللي بيحصل في وجهه نظرك؟
والله اللي بيحصل في وجهة نظري دي تكملة لثورة 25 يناير، لأن ما فيش حاجة اسمها ثورة 30 يونيو. ثورة 30 يونيو دي كانت الثورة المضادة للثورة بتاعت 25 يناير، وللأسف الشديد إن الفلول وكل الناس اللي هم ضد الديمقراطية استعملوا نفس شباب الثورة عشان يقوموا بالثورة المضادة، عشان تبان للعالم كله إن 30 يونيو دي ثورة. 30 يونيو ما كانتش ثورة، دي كانت الثورة المضادة لثورة 25 يناير. طب والحل في وجهة نظرك يعني؟ والله الحل إن إحنا دلوقتي لازم نصمد، ولازم الشعب المصري الشرفاء، مش الشرفاء اللي هم كان بيقصد بيهم الانقلابيين اللي انقلبوا على الشرعيه، ان هم يثبتوا وان هم ربنا ينور بصيرتهم ويعرفوا ان هم اتضحك عليهم في 30 يونيو، وينزلوا يقفوا في الصف والمكان الصحيح عشان يرجعوا الديمقراطيه ويرجعوا الحلم الجميل اللي احنا عشنا فيه وهنعيش فيه. وبنقول للسيسي وبنقول لكل المنقلبين في مصر، ممكن تموتوا كل اللي كانوا بيحلموا، لكن عمركم ما هتموتوا الحلم. الحلم هيفضل موجود، موتوا زي ما تشاءوا، الحلم عمره ما هيموت. احنا هنا في امريكا، في 50 ولايه في امريكا، مش هنسيبكم تتهنوا بالحكم، مش هنسيبكم تتهنوا بالحكم. في امريكا واوروبا وكلنا هنا، نص الناس اللي واقفه دي كلها انا مش اخوان ولا انتمي لاي حزب ولا ارهابي، انا هنا في امريكا، ولو هنا في شك في واحد ارهابي كانت قبض عليا وكانت قبض على الناس دي كلها. طب وحضرتك بتقول ايه للمعارضين بتوع مرسي؟ المعارضين لمرسي ربنا يغفر لهم، ده كل اللي انا اقوله ليهم، وربنا يرجعهم لرشدهم، لان هم اتغر بيهم في الاول والاخر. هم مصريين، في منهم برضو يعني صحاب واهل وكلهم، بس للاسف الشديد الاعلام السافر الكذاب المضلل غرر بيهم. بس الحق لازم بيرجع لاصحابه. طب وتقول ايه لمؤيدين مرسي؟ مؤيدين مرسي ربنا يثبتكم، اثبتوا، احنا كلنا معاكم وكلنا وراكم. الثبات، اوعوا تفكروا ان انتوا لوحدكم، احنا هنا ما بننامش، احنا هنا في امريكا وفي اوروبا وفي كل مكان في العالم، احنا هنا وراكم. اوعوا تيأسوا، اوعوا تيأسوا، اوعوا تيأسوا. صمموا، هو ده الوقت اللي يا مصر والدول العربية كلها هتعيش في ذل ومهانة، يا إما هتعيش في رفاهية وديمقراطية وحرية لحد يوم الدين. اثبتوا، هو ده الوقت. يا إما العالم العربي كله يعيش في مهانة، يا إما هيعيش في كرامة. هو ده الوقت الفاصل.